أنا محمود تريزيجيه، كنت زمان بلعب باليه، ودلوقتي أي مدافع أعدي الكورة ما بين رجليه. اوعى 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 يجيلك تريزيجيه. الله عليك، الله عليك يا ستريزيجيه يا عمدة منتخب مصر. انت المفروض تاخد الشارة بتاعت الكابتن بتاع المنتخب، لان انت الصراحة تستحقها وهتبقى لايقة عليك قوي. يا عم شرط ايه بس؟ دي شكليات ملهاش أي لازمة. هما بس يخلوني ألعب كل ماتش أساسي مع المنتخب واتفرج عليا وشوف اللي هعمله. يا باشا هو احنا لسه هنشوف؟ ده انت خربتها في الماتش بتاع غانا. ده انت جبت حتة جون، انما ايه مزيكا زي الاجوان اللي بيجيبها الواد ميسي بالظبط. هو الصراحة الواد حجاز عمل لي حتة تمريرة زي المرهم، وانا رحت زووها على طول جوه الجول. خليت الواد حارس المرمى بتاع غانا دماغه زنت. بس قول لي يا ست تريزيجيه، ايه موضوع التعادل في كل ماتش ده وبنفس النتيجة 2-2؟ ده انا حاسس انكم لو لعبتوا مع فرنسا ولا الارجنتين برضه هتتعادلوا وبرضه 2-2. يا عم المدرب الفقري ده اللي اسمه فيتوريا بيحط تشكيل منيل بستين نيلة، ومسميه تشكيل التعادل عند ام عادل، اللي هو لازم كل ماتش نطلع متعادلين، ونكلمه يقولك مش احسن ما تتهزموا. والله يا ست تريزيجيه احنا شكل كده معمول لنا عمل بوقف الحال، يعني لا بنكسب ولا بنخسر. المهم، ايه موضوع الاصابات في المنتخب ده؟ ابتدت بمحمد صلاح وبعدها الشناوي ويعلم مين تاني. يا عم انا مش عايز اتكلم، بس ما هو كل اللي يجيله شوية صداع يقولك انا عندي اصابة ومش هلعب. حتى في الكورة واللعب والكلام الفاضي الناس ما بقاش عندها ضمير. والله عندك حق يا ستريزي. المهم انا كنت عايز اسالك على سؤال كده، هو ليه مصطفى محمد رفع التيشيرت بتاع محمد صلاح بعد ما جاب الجول، مع ان المفروض كان يعني يرفع التيشيرت بتاعه؟ وما تقوليش تقدير والكلام الفاضي ده. اقول لك انا يا سيدي، بعد ابو صلاح ما اتصاب عمل لنا اجتماع، وقال اي واحد هيجيب جون يرفع التيشيرت بتاعي ويحتفل بيه، واللي مش هيعمل كده هحطه في دماغي وهمشيه من المنتخب. طب ما انت يا ستريزي جبت جون وما رفعتش التيشيرت بتاع ابو صلاح، شكلك كده نسيت. ولا نسيت ولا حاجة. يا عم الارزاق على الله. مش كفاية ان هو واخد الايفون بتاعي؟ قال ايه عشان يخلي فيتوريا يلعبنا اساسي؟ وانت لازم يعني تسافر بالايفون ده وتخليه يشوفه معاك؟ كنت خدت لك عده نوكيا ولا حاجه، ده حتى بيقولوا ان الشبكه وحشه في كل ديفوار.